حبايبي وأمارات تي آسيا، وحشتوني. بيبي انت زعلاني اني رغاية سيكا وكده؟ سيكا بس؟ لا طبعا، ده كلام. تعالى نتفرج على فيلم، او مثلا ممكن نخرج نتمشى بره، نشرب لنا 2 عصير، ناكل لنا 2 ايس كريم، اي حاجه كده. ده انا حتى اسمع انك كريم. بس ايه يا شيخة؟ ايه يا شيخة؟ كلت دماغ امي. خلوني الاول كده اسلم على اماراتي السكرايه نجاح، والجميله جميله اسم على مسمى، والحلوه هايدن، والاموره جودي. ويلا يلا بينا. بتبدأ الحكاية مع لقطة الجيش روان وهي بتقول لنا أنا كنت طالبة جامعية رغاية وأرغى مني ما تلاقوش. الناس كانت تتعب من الشغل والمشاوير اللي وراها، وأنا كنت بتعب من كتر الرغي اللي برغيه. وإذ فجأة يا بنات طبيت مكاني ساكتة من كتر هذا الرغي، لكن روحي اتجسدت مرة تانية ولقيت نفسي متجوزة. ومش أي جوازة والسلام، لا، ده أنا متجوزة من حتة كريمة بالجشطة. والله يا سلام على الكاريزما، ما اقولكوش بقى. ولا الطول، من الطول وحلاوة الطول ووسامته. يلا بقى. لكن في مشكلة صغنونة، وهي ان فارس حتة الكريمة بالجشطة ده للأسف مش بيتكلم، وانا مهمتي اخليه يرجع يتكلم من تاني. وفي هذه اللحظة بتنزل تقعد في الصالة علشان تعمل سيرش عن حالته وتشوف ازاي تساعده. ولما بتلاقيه قاعد هناك في قمة روقانه بتسرح بدماغها، وما هذا الجمال؟ جمال ايه مسكر ده انت الجمال يغير منك. وبتقعد تغزل وتعاكس في الواد، وما بتصدق انها تلاقي حد ترغي معاه، فبتمسكه زن لحد ما ربنا بينجده منها، وبتقول انها هتقوم تعمل حاجة ياكلوها. وعلى الاكل بترجع ترغي من تاني، واللي هو بص انت مش بتتكلم بس، وربنا لا خليك تنطق من وجع الدماغ. وبعد كل هذا الرغي وبعد ما بيخلصوا اكل بتقوله بيبي ايش رايك نقعد نسهر شويه، اكمن الليل طويل وانا زهقانه وطهقانه، ولا اقولك تعالى نتفرج على فيلم، او مثلا ممكن نخرج نتمشى بره، نشرب لنا 2 عصير، ناكل لنا 2 ايس كريم، اي حاجه كده. ده انا حتى اسمع انك كريم. بس ايه يا شيخة؟ ايه يا شيخة؟ كلت دماغ امي. وفي النهاية بترسى على إنه يوافق يرغي معاها، علشان كده عارف أي خيار تاني هيختاره هيكون في رغي برضه. هتقولوا لي يا دودي مش انتي قلتي إنه ما بيتكلمش، إزاي بقى هيرغي معاها؟ هقول لكم عن طريق الكتابة. وركزوا بقى في النقطة دي كويس، وكل كلمة أقولها على لسانه اعرفوا على طول إنه كتبها. اتفقنا؟ تمام؟ اتفقنا. المهم نرجع لروان اللي في هذه اللحظة بتكون قاعدة تعاكس وتغزل فيه في دماغها، واللي هو حرام الحلويات دي كلها تكون ما بتتكلمش يا جدعان. بيبي انت زعلاني اني رغاية سيكا وكده؟ سيكا بس؟ لا طبعا، ده كلام. ده انا من كتر ما انا مبسوط هنام بدري النهارده ان شاء الله. ولما بيقدر يفلسع وبيطلع ياخد له شاور علشان يستعد للنوم، بيلاقي ام عيون زاغه قاعده تتحمرش بيه بنظراتها وعيونها بتلمع، فبيخاف على نفسه وبيقوم ساتر لنا عضلاته منها غداره، فلازم ياخد احتياطاته. بينما هي بقى بتتقمص انها مش هتقدر تشوف اكتر من كده، وبتكشر لنا كده اهو. لما اقول لكم عينيها زايغه تصدقوني. المهم تاني يوم في شغلها بتكون فاكسه للشغل واللي وراها واللي قدامها ونايمه، اكمنها امبارح دماغها كانت مع اللي خدع قالها، فما نامتش كويس. وفي هذه اللحظة بتيجي رئيسة الفريق تهزقها، فهنا بنعرف معلومة جديدة عنها، وهي إن مش بس عينيها زيغة، لا ولسانها طويل كمان وبترد الكلمة ب10. وعشان كده بتمسك رئيسة القسم اللي واخدة المنصب أصلا واسطة غسيل ونشر وغسيل، لأن ده وقت استراحة الغداء، فحقها تنام زي ما هي عايزة. ومن كلامها روان بتعرف إنهم عايزين فارس يستثمر في شركتهم، وإنه شوية وهيجي علشان يناقش التعاون معاهم. فالضحكة بتترسم على وشها منها بكده هتقدر تشوفه كتير. الحب بقى، انا بقول ان السنه دي اللي يطلعوا بره احسن. المهم انها ما بيكونش مكفيها الرغي بتاع البيت، فبتمسكه اليوم كله رسايل، وكل ثانيتين تعمل له منشن لفيديو بيضحكها. لكن ده ما بيضحكوش، وده لان اغلب الفيديوهات دي بتكون فيديوهات لرجاله معجبه بعضلاتها. ولما بيرجع البيت بيعمل عليها مقموص وكده. اتفرجت على الفيديوهات اللي بعتها لك؟ عجبتك؟ طب دي هزقة طيب ولا ايه؟ لا ماليش حق الصراحة، احنا متجوزين بقالنا 3 شهور وكنت بتعامل معاها ولا كأنها موجودة، في حقها وبدل الزعل أديها حب واهتمام، ووقتها مش هيكون لها حجة. وفي هذه اللحظة هو بيسرح في ملامحها ويدوب لسه يلمح. بتفتكر إن السمكة اللي بتعملها بتشيط فبتفلسع على المطبخ. وفي آخر اليوم مدبرة المنزل بتقع بالكلام معها بالغلط، وبتعرفها إن عدم كلامه سببه حادثة تعرض لها. وبتيجي في نص الكلام وبتفتكر إنه يطيق العمى ولا يطيق حد يتكلم في الموضوع ده، فبتاخد ديلها في سنانها وبتجري على المطبخ قبل ما تكمل لنا بقية الحكاية. تاني يوم بقى عند روان في الشغل كالعادة رئيسة القسم بتيجي تلقح بالكلام،
وبتكون عايزة روان تشتغل وقت إضافي. بتقول لها طيب كده بقى باي باي، أصل أبو العيال مستنيني. والله ده حتى قايل لي نوت أخير، وأنا الصراحة ما يرضينيش يغضب علي. وفي البيت فارس ما بيكونش عارف يقعد دقيقتين من رغيها وضحكها العالي. أهزقها طيب ولا أفكس أنا للشغل ونضحك سوا؟ ما هي البت برضه بتعمل حس للبيت ودمها خفيف. وبعد دوامة بين قلبه وعقله بيقوم شايلها زي ما انتوا شايفين كده لأوضة النوم. فهنا دماغها بتاخدها لأن قلبه حن خلاص وهيعترف، لكن بتتفاجئ بيه بيقول لها تصبحي على خير، ولا هو خلاص كفاية كده صداع. تاني يوم بقى في شغلها رئيسة القسم بتمسكها تهزيق هي وباقي زمايلها، وبتعرفهم إن شوية وفارس هيجي عشان التعاون، والمجموعة اللي المشروع بتاعهم هيعجبه هيستثمر فيها. وبكل الثقة اللي في الكوكب بتكون شايفة إن مشروعها هو اللي هيكسب. ومن كتر الدراما اللي بنتفرج عليها بتكون رسمة سيناريوهات في دماغها بإن فارس هيقع في حبها من أول نظرة، وهتكون المدام اللي بيتعمل لها ألف حساب. واللي هيقع في حبها ده لما بيوصل بتمديله إيديها علشان تسلم بيعمل ولا شايفها، وحاجة كده آخر كسوف. تخلي بقى عندها كرامة؟ لأ برضه، بتفضل اليوم كله تتلزق فيه وهو برضه ولا معبرها. وأول ما روان بتدخل عشان تعدل حاجة في المشروع بتاعها الضحكة بتنور على وشه، ومفيش وصف ليه أدق من إنه حرفيا كان بياكلها بنظراته. وكل اللي في القاعة بيلاحظوا ده بما فيهم الأخت حيزبونة هانم، وبيكون ده كافل إنها تحط روان في دماغها أكتر ما يحطها، واللي هو فيها أحسن مني إيه علشان يبصلها وأنا لأ. وبتكمل لما بتشوفها في آخر اليوم بتدعبس وبتركب معاه في عربيته، فبتقول بس دي أكيد على علاقة بيه وكله بالفلوس. وفي نفس اللحظة دي زميلة روان بتتصل تعرفها إن فارس استثمر في مشروعها، فبضحكة زي السكر بتقول يعني مش بس هبة وكاريزما، لأ وجدعانة كمان. عارف لو قعدت أقول فيك شعر من هنا للصبح ولا هوفيك حقك برضه. بتقعد تدعي إن قلبه يحن ويسمح لها بإنهم يناموا سوا، وفي اللحظة دي بتتفاجئ بيه داخل عليها طول بعرض، فالضحكة بتنور على وشها. لكن في الآخر بتلبس خازوق وبتلاقيه رايح للكنبة، وزي ما انتوا شايفين بتصدر لنا التكشيرة دي لحد ما بتنام. وفي نص الليل بتصحى على صوته وهو بيعيط، وبتعرف انه بيحلم بكابوس، فبتقعد تغنيله لحد ما بيهدى زي ما مامتها كانت بتعمل معاها، وحاجة كده آخر دلع. وفي الشركة تاني يوم أم صرم بتقف ترقح عليها بالكلام، وبتقول لها هي كلمة ورد غطاها ابعدي عنه عشان انتوا مختلفين عن بعض. روان بقى تزعل وتحط في نفسها كلمتين من واحدة زي دي؟ أبدا، بتتعامل مع الموضوع بطاقة إيجابية، وبتقول لها قلبي والله تقصدي إن احنا مميزين صح؟ اوريدي احنا كده فعلا. وبدل ما تضايق نفسها بتضايقها هي بإنها بتعمل غبية وبتشتغل رغي فوق دماغها من غير ما تديها فرصة تتكلم لحد ما بتطفشها من المكتب كله. وهنا بقى بتقعد تتراسل مع فارس اللي كل ما توصله رسالة الضحكة بتنور على وشه، والموظفين قاعدين متنحين من هذه الضحكة اللي بقالها 6-7 سنين كده ما طلعتش منه. وبالليل روان بتقول تتذكى عليه، فبتقوم كاتباله لستة تعليمات قد كده تساعده في فترة علاجه بعد ما عرفت إن سبب عدم الكلام صدمة نفسية. ومن ضمن هذه التعليمات بتكون كاتباله ينام جنبها، ومشيه الدنيا على إن دي روشتة الدكتور، والتعليمات تعليمات الدكتور وموقعة كمان باسم. وعلشان خطها ما شاء الله اللهم لا حسد يعني لا يتقري ولا يتفهم، فارس أول ما بيشوف الروشتة بقى أنت بتشتغليني؟ لا وعاملة لي فيها دكتور كمان. بس إزاي هي جريئة وحلوة كده؟ وإزاي دمها خفيف ومش بتعصبني؟ وزي ما انتوا شايفين ما بيقدرش يمسك ضحكته من شقاوتها. وتاني يوم وهي في الشغل بتكون سايبة اللي وراها واللي قدامها وقاعدة تضحك وهي بترسم في دماغها سيناريوهات لإزاي هتكون أول ليلة ليهم. وفي هذه اللحظة بيجي المدير يقول لها يلا يا قطة على المكتب، وبيكون مستحلف لها علشان الأخت تس نشرت عنها إشاعات بإنها خطفت رجالة، والكلام ده بيوصل لفارس، فعشان مش هو اللي يسمح إن المدام بتاعته تتهين بيقرر يروح لها. وفي نفس الوقت ده بتكون هي لما حالها ومحتالها وخارجة من الشركة بعد ما اتكشحت من المدير. هنا بقى التس وزمايلهم اللي تس برضو زيهم بييجوا يشمتوا فيها، وبتلقح رئيسة القسم عليها بإنها عشيقة فارس، وده علشان فاكرة إنه متجوز واحدة تانية وما تعرفش إن المدام بنفسها هي اللي قدامها. وعلشان بنتنا ملهاش في شغل المراهقين وماشية بمبدأ أي حاجة تجيب لك وجع دماغ اعمل عبيط بتعمل مش سامعة، وبتقول لنفسها شوية بغبغانات وبيهروا، وبتسيبهم يغنوا ويشدوا مع نفسهم. وبتكون هتاخد بعضها وتمشي. رئيسة القسم بتغلط في تربية أهلها ليها، فهنا بقى بتقولي ستوب كله اللي أهلي خط أحمر، وهوب بتديها قلم ثلاثي الأبعاد من اللي قلبكم يحب. تسكت بقى وتلم الدنيا إزاي؟ بتقول لها حلفان على حلفان في نظير القلم ده ما أنا سايباكي النهاردة، وبتكون ناوية ترد لها القلم 10. فارس بقى بيوصل وبتجري روان تأنجش فيه، وبنظرة كلها مكر بتقول له هاي بيبي وحشتني قوي، وبتفجرها قدام رئيسة القسم وباقي زمايلهم، وبتعلن إنه جوزها وإنها المدام. ومن صدمة رئيسة القسم بتكون هتقع من طولها، ومن جواها حرفيا بتكون بتلطم على اللي هيحصل لها من فارس.
وفي هذه اللحظة بنكتشف إن روان ما كانتش واخدة حالها ومحتالها عشان اتكشحت ولا حاجة، وكل الحكاية المدير زهق من رغيها فكان هيبعتها في رحلة شغل لمدة 5 أيام علشان يريح دماغه شوية ويشحن طاقة يستحمل بيها رغيها. المهم إنها في الوقت الحالي بتمشي مع فارس بعد ما بتسيب زمايلها في صدمتهم. فاجئتني النهاردة ليه جيتلي من غير ما تقولي؟ بعتلك مسج بس انت اللي ما خدتيش بالك. امتى؟ صح. عموما يعني الدخلة بتاعتك دي كانت جامدة موت، رئيسة القسم تقريبا كده مش هتتكلم تاني من خوفها. ابسطي يا ستي. المهم النهارده هاخدك اعرفك على جدي، اكمنه رغاية اكتر منك ومزهقني يعني. ده عايز يشوفك ولا كأنك انت اللي حفدته مش انا. وأول ما بيوصلوا وبينزلوا من العربية بيفضل متابعها بنظراته لحد ما بيضعف للحظة قدام عيونها، وبيقرر يعترف بمشاعره اللي مش عارف جت امتى وليه، وخلاص بيتقرب منها. لكن قبل ما يعملها مساعد الجد بينط عليهم، وشوية وبيلاقوا سام أخو فارس فوق دماغهم. وأول ما هو بيشوف فارس ماسك إيدين روان بتجيله صدمة، واللي هو أنت فارس أخويا بجد ولا أنا بيتهيألي ولا إيه؟ انت كنت تطيق العمى ولا تطيق النسوان؟ ولما بيلاقي جده هو كمان واخد روان بالاحضان وقاعدين يرغوا ولا كأن في فرق 40-50 سنه بيناتهم، بيقول رجاله العيله دي شكلها هبت منهم. وفي هذه اللحظه جده بيكون في عالم تاني مع روان وقاعد يحكي لها عن ذكرياته مع جدها اللي كان صديقه المقرب. فبيقاطعهم فارس بانه جعان، لكن هذه الكلمه بتكون كافيه تجيب له التهزيء من جده اللي بيتعامل مع روان على اساس ان هي اللي حفيدته. وهنا بقى بيوصل الحفيد الثالث وهو امير. وامير ده بقى حياته نفس حياتي بالظبط، ما بيطلعش من الأوضة إلا على الأكل وأحيانا الحمام، وطول الوقت لا طايق نفسه ولا طايق حد ولا طايقنا إحنا كمان، وعايش كده مع الموسيقى بتاعته في عالم تاني. ولما هو وسام بيتلموا على بعض ما بيبطلوش مشاكسة في بعض، وما بيضيعوش فرصة إلا وكل واحد منهم يلقح على التاني بإنه فاشل مش هيفلح في حاجة. وده نفس اللي بيحصل في الوقت الحالي، لكن بخبطة من الكاريزماتيك بتاعنا على الترابيزة كل واحد بيحط لسانه في بقه ويسكت. وبعد ما هو وروان بيرجعوا البيت وبيعرف منها إنها مسافرة النهاردة في سفرية شغل، فبيتقمص لأنه خلاص ما بقاش قادر على البعد ونار الغيرة بتشتغل لما بيعرف كمان إن هيكون معاها في السفرية فنان مشهور. لكن مع ذلك ما بيقدرش يقول حاجة، وبيكون فاكر إنه هيرتاح من زنها شوية، لكن بيتفاجئ إنه تعود خلاص لدرجة إنه مش قادر يقعد من غيرها. وبيعدي يوم في التاني وهو كل يوم مكتئب أكتر من اليوم اللي قبله علشان وحشاه، ووشه ده ما بيشوفش الضحكة غير لما تتراسل معاه. وفي مرة هي بتبعت له صورة ليها وبيلاحظ إن في شخص بيراقبها، والشخص ده كان شافه بيراقبه قبل كده، فبيبدأ يقلق وبيحس إنها ممكن تكون في خطر، فبيقول إنه لازم يتصرف ويحميها. وتاني يوم لما بترجع من السفرية وبتحط على الشركة صاحبتها بتقول لها ابسط يا ساتي الكاريزما، جوزك خلى المدير يطرد رئيسة القسم ومشيت من الشركة ذليلة عليلة. وهنا الموظفين ما بيصدقوا فبيقولوا لها لا بس انتي وقعتي واقفة. وبتسألها واحدة زميلتها منى الشاذلي كده في نفسها وبتقول لها لا احكي لنا بقى من اول ما اتقابلتوا عرفتوا بعض ازاي؟ فتقول لهم بقى ان علاقتهم جواز على ورق؟ لا، بتقول لهم علاقتنا سمنة على عسل. فارس لو يموت كده لا يحب حد ولا يحب غيري، ده من حبه فيا ساعات بحسد نفسي عليه، ده غير ان انا كمان ما حبيتش حد في حياتي قده. وعلشان الموظفين لسانهم اطول منهم الكلام بيتنقل من واحد للتاني لحد ما بيوصل لمساعد فارس، ومن المساعد بيوصل لفارس شخصيا. وهنا بقى ما اقولكوش على ضحكته ولا فرحته بالخبر ده. وشوية وبتعدي عليه في الشركة علشان عنده جلسة علاج نفسي. سمعت كده انك بتقولي علينا دايبين في حب بعض وكده. سمعت منين؟ ده انا كنت بسلك الدنيا معاهم بس يرضيك يعني ارسيهم على البير وغطاه. وفي هذه اللحظة بيلاحظوا إن الدكتور موجود وسطهم، فبيحترموا نفسهم وبيلموا الدنيا. وهنا بنعرف إن الصدمة اللي فارس كانت عرض لها هو إن والده ووالدته عملوا حادثة قدامه وفقدوا حياتهم. وبتكون جلسة العلاج المرة دي عبارة عن جلسة صدمة، بمعنى إن الدكتور يعرض فارس لأكتر الحاجات اللي بيخاف منها. وبتكون أول حاجة هي صوت الرعد، وأول ما فارس بيسمعه بيدخل في حالة انهيار ما بيهداش منها غير على صوت روان وهي بتغنيله. وفي اللحظة دي والأول مرة من وقت ما بدأ العلاج ياخد خطوة ويحاول يحرك شفايفه. المهم إن من كتر ما هو واقع بيقرر يروح معاها حفلة معزوم عليها في نهاية الأسبوع، علشان كان عارف إن نفسها تحضر حفلة مع إن عقدته أصلا التجمعات. وبتكون بنتنا عرفت من الدكتور بتاعه إن علاجه في التقلبات المزاجية زي إنها تخليه يتعصب أو يخاف وكده، فبتقول بس علينا وعلى الخوف. وبتكون عايزة تعمل له أجواء رعب وكده. أمير أخوه بيقول لها حوار فاكسين، ده الرعب شخصيا بيخاف منه. ولما بيعرف منها بخصوص الحفلة بيقول لها أهو لو فارس شخصيا قال لي إنه رايح مش هصدق برضه. هو بيكون مبهور من التغيير اللي حصل في شخصية أخوه، فبيقول لنفسه كان عنده حق جدي لما قال الواحد بعد الجواز بيكون شخص مختلف عن قبل الجواز، وإن الإنسان قبل الأكل بيبقى غير بعد الأكل برضه. وفي نهاية الأسبوع لما فارس بيوصل الحفلة مع روان ما بينزلش عيونه من عليها،
وبتكون بنتنا لافتة انتباه كل الموجودين بجمالها، تحسوا كده انها عاملة نفسها دودو في نفسها اللي هي انا طبعا. اعترضوا بقى اعترضوا، لدرجة ان الستات نفسها بيقعدوا عكسوا فيا قصدي فيها، وبتكون بنتنا مبسوطة من ده قوي. لكن اول ما بتلاقي واحدة منهم هتزيد فيها وبتقول ان حرام تضيع شبابها ده مع واحد ما بيتكلمش زي فارس، بتقوم تشرشح لها في نص القاعة، واللي هو مناخيرك دي مكانها في وشك، ما تدخليهاش في حياتنا. التانية بقى تسكت، لا البجاحة بتاخدها لانها تقول لها لو فاكرة انه هيتعالج تبقي بتحلمي وانك بتضيعي وقت وخلاص. وفي هذه اللحظة فارس بيفاجئهم وبيفاجئنا وبيتكلم لأول مرة من سنين كتير وبينادي على روان باسمها، فبتكون دي كسفة رباني كده لهذه الحقودة من مصر. تاني يوم لما روان بتزور أهلها وبيعرفوا إن أول كلمة كان نطقها هي اسمها، بيقولوا لها كده بقى معناها إنه واقع واقع، وبيوصوها تجيبوا معاها الزيارة الجاية. ولما بتروح بتقعد تشاكس فيه علشان تخليه يتكلم تاني، لحد ما بنتصدم بيه وهو بيقول لها بقولك ايه، ما تتأخريش في شغلك بالليل عشان بقلق عليكي. فمن فرحتها بتفضل تضحك وتكلم نفسها وترد على نفسها لحد ما بتنام. بينما هو بيدخل ياخد شاور، ولما بيطلع وبيلاقيها فلسعت بالنوم بينام جنبها لأول مرة من وقت جوازهم وبياخدها في حضنه. وفي اللحظة دي بيلاحظ إنها بتتكلم فبيضحك غصب عنه وهو بيتأمل ملامحها بحب، وبيقول لنفسه حتى في نومها مش عارفة تبطل رغي. تاني يوم لما بتصحى من نومها بتتفاجئ بيه محضر لها الفطار وحاجة كده آخر دلع فواز. ولما بيطلع على الشركة بيسمع الموظفين بيتكلموا عن الحب وعمايله، وإن علامات الحب الفسيولوجية إن ضحكة تفلت منك كل ما تشوف اللي تحبه أو تبقى مبسوط معاه، أو ريحته تكون ريحة مميزة بالنسبة لك. ولأن التلاتة ما شاء الله متواجدين معاه فبيتأكد خلاص إنه وقع قوي كمان. وفي نهاية اليوم لما بيروح معاها يزوروا جده وبتقول لجده إن عندها خبر حلو، إنما إيه هينسيه أحزانه. بضحكة مكارة بيقول لها حامل أكيد. فهنا الخدود بتقلب على طماطم وبكل كسوف بتقول له لا خبر أحلى. فارس بدأ يتكلم، فمن فرحته بيقول لها كده بقى أنت لازمك هدية، ومش أي هدية كمان. وبيقوم مشبرقها عليها بكام حتة دهب كده مع كام حتة ألماس على كام جزيرة وفوقيهم كام فندق وسندوتش بانيه. ولأنها مش متعودة على الدلع ده بتقول له حلفان على حلفان ما اخد حاجة، وهو يحلف وهي تحلف، وفي الآخر هو اللي كلمته بتمشي. واللي كانت قاعدة تحلف وتتقطع ما هتاخد حاجة دي من فرحتها بتنام وهي حاضنة عقود الملكية. تاني يوم في الشركة لما محامي العيلة بيجي يأكد عليها إن كل حاجة اتسجلت باسمها خلاص، زمايلها بينبهروا واللي هو يحظك يا ستشي ولعت منك على الآخر. تاني يوم بقى بيكون عندها شغل في الفندق اللي الجد كتبه لها، وأول ما بتوصل بتشوف سام هناك، وفي اللحظة دي بتشوف ذكريات من المستقبل وبتعرف إن خمسة وأمير هيجي وهيعملوا من بعض شاورما علشان الاتنين معجبين بنفس البنت. وبعد تفكير بتقول أنا لوحدي مش هقدر عليهم، فبتتصل بفارس وبتتحجج له بإنها عايزاه يجيب لها لبس ويجي لها حالا بالا. وفي الوقت ده أمير هو كمان بيوصل وسام بيشوف معاه البنت اللي بيكون معجب بيها، فالخناقة بتبدأ بدري بدري. ولما بنتنا بتحاول تهدي الدنيا واللي هو اهدوا يا جماعة مش كده، ده انتوا في الأول والآخر إخوات، سام بيزقها وبتكون خلاص ثانية ووشها هيتسفلت بالأرض. الكاريزماتيك بتاعنا بقى بيوصل وبيمسكها على آخر لحظة. هعديها المرة دي عشان خاطر عيون روان، لكن المرة الجاية ما اضمنش إن ما زعلكش منك ليه. وفي هذه اللحظة بيتصدموا من إنه قال كذا جملة، لكن خوفها بيكون أكبر من صدمتهم فبيشكروه على كرم أخلاقه وبيفلسعوا. وفي اللحظة دي بيجي شوية أقارب لروان من بعيد يتكلموا معاها، وقال إيه عايزينها تشغل ولادهم في الفندق بما إنه بقى ملكها. فعلشان في حب العقارب قصدي القرايب ما أقولكوش عليها، بتاخدهم كده برصة المعلم لمديرة قسم الموارد البشرية، وبتقول لها أي حد يجي من ناحيتهم ما يتعملش معاه انترفيو ويترفض من بره. طبعا هتقولوا لي وليه الندالة دي؟ أقول لكم علشان قرايب يعروا ما عرفوهاش غير ساعة المصلحة، ده غير إنها عارفاهم فشلة ما ينفعوش في حاجة وجايين طماعين بس. وتاني يوم في الشركة لما الموظفين بيسمعوا صوته لأول مرة بيدوبوا في حلاوته أكتر ما هم دايبين، بينما هو بيفكس لهم وبيطلع مع روان على بيت حماه وحماته علشان ما ينفعش يعرف إنهم حابين يشوفوه ويقول لأ. وهناك بقى والدة روان بدل ما تقف مع بنتها في الحلوة والمرة بتقوله إحنا أسفين يا حبيبي على هذه التدبيس، بس لو ما كنتش أنت اتدبست فيها كان زمانها واكلة دماغنا إحنا، فربنا يصبرك بقى وقلبي معاك يا ابني. وبيقضوا وقت لطيف خفيف مع بعض، وبتكون حماته مبسوطة إنه رجع يتكلم ولا كأنه ابنها، وبتكون روان هي كمان مبسوطة على الآخر اكمنه مبسوط، فبتشرب لها كاسة في التانية في التالتة لحد ما بتسكر. فبيقول ياخدها وبيفلسعوا قبل ما تهبب الدنيا قدام باباها ومامتها. وفي العربية المشروب مفعوله بيشتغل فبتبصله ايه يا واد الحلاوة دي، انت كل يوم تزيد وسامة ليك كده. اعقل ابوس ايدك خلينا نمشي من هنا،
انت مش فايقة. بعدين ايه الجديد؟ ما انا زي ما انا اهو. لا مش زي ما انت الليلة دي حاجة تانية خالص. قرب كده خلينا اتأكد. وهوب بتفقد وعيها، وأول ما بيوصلوا البيت بتفوق سيكا، فبتقعد تتحمرش بيه من تاني لحد ما بتدرك اللي بتعمله، فمن الإحراج بتفلسع على الأوضة. وتاني يوم بتكون هتفلسع على الشغل قبل ما يشوفها، لكن بتتقفش وبيصر على إن مفيش غيره هيوصلها. وفي الشركة عنده بيحصل رعد فجأة، فبيتعب وبيفتكر ذكريات الحادثة اللي أهله عملوها، وبتعرف هي ده من المساعد بتاعه، فمن غير تردد بتسيب اللي وراها واللي قدامها وبتروح له. انت كويس؟ ما تقلقيش، انا زي القرد، شوية تعب وخلاص راحوا لحالهم. متأكد؟ أنا عايزاك تشاركني اللي انت مريض بيه في طفولتك. انت عارف الحمل لما اتنين بيشيلوه بيكون أخف. انا بس ما كنتش حابب احكي لك عشان ما تغطكيش، بس وعد من النهارده هشاركك كل حاجة خلاص، وهحكي لك كل اللي عايزة تعرفيه لما نروح. تاني يوم بتعرف إن سام عامل إضراب عن الأكل علشان عايز أمير يتخلى عن حبه للبنت اللي هو معجب بيها. وبيكونوا الخدم قاعدين يحايلوا ويدادوا فيه علشان ياكل أي حاجة، لكن بيفضل يتدلع ويقول على جثتي. فبتقول له بنتنا وليه اللي ياكل على درس ينفع نفسه، اللي ما ياكلش دلوقتي كمان شوية الجوع يقرصه وياكل زي الكلب. وبيفضلوا كده يشاكسوا في بعض، واللي كان على جثته إنه ياكل أول ما بيلاقيها بتشوي لحمة بيلزق في ديلها علشان ياخد ولو حتة بس. وفي وسط كلامهم مع بعض بتقوله عايز البنات تموت عليك من غير مجهود، خليك عاقل ورزين زي فارس كده، انما طول ما انت ملموم لي على الشله الهباب بتاعتك دي وكل يوم والتاني مش وراك غير سباق الموتوسيكلات، يبقى لا هتفلح في حياتك ولا هتلاقي اللي يعبرك. وفي الوقت ده فارس بيجي يقف معاهم، فبعد ما كان مقموص وقلب وشه بيرسم الضحك على وشه بدل ما يتهزق. وهنا الجد بيقول يقرب المسافات ما بين فارس وروان، فبينادي عليه علشان يسيبهم لوحدهم. وهنا هما بيقعدوا يتكلموا عن الحادثة بتاعت زمان. ولما روان بتشوف قد ايه الموضوع مأثر عليه بتقوله بكل حب انها جنبه وهيتخطوا كل حاجة سوا. ومن هنا بتبدأ الغيرة تشتغل بعد ما بيتواصل معاها زميلها من ايام المدرسة وبيطلب منها يتقابلوا. وبيزيد المبلة طين مساعد فارس اللي قاعد بيحكي له، وبيقول له ان اقوى علاقة حب بتكون بين الزمايل، وبيحكي له ان هو ومراته كانت زميلته وياما كان بيتحجج لها علشان يشوفها قبل ما يرتبطوا، ومرة عايز قلم ومرة عايز كتاب، لحد ما تمت المهمة بنجاح وقدر يخليها هي كمان تعجب بيه. وبسبب كلامه ده فارس بيقول بس زميل روان اكيد معجب بيها وما جاتلوش فرصة زمان يقول لها هاتي قلم وخدي مسطرة، فجاي دلوقتي يعوض ويعترف لها بحبه. وبيقوم بشراره بناره رايح لهم، وقد كان زي ما توقع زميلها بيكون معجب بيها فعلا وعايز يعترف، لكن الفرصة بتضيع عليه بعد ما بيكتشف انها بقت مدام خلاص. واول ما هي وفارس بيوصلوا البيت ابننا العاقل بيقول بلاها كاريزما بقى علشان كده البت هتضيع مني، وبيقوم معبر لها عن كل اللي في قلبه. لكن في هذه اللحظة بيقطعهم اتصال وبيكون لازم يسافر ضروري بخصوص شغل يخص الشركة، فبيضطر يأجل كل حاجة لبعدين. وفي اليوم اللي المفروض هيرجع فيه من السفر في طيارة بتتعرض لحادث وبيكون تليفونه مقفول، فبتقعد تندب حظها لحد ما بتلاقيه داخل عليها، فبتاخده بالأحضان من غير سلام ولا كلام. وشوية وبينزلوا يتمشوا سوا وبيعترف لها بحبه، فبتقوله إنها لو تموت كده ما تحبش إلا هو، وبيعيشوا أخيرا حياة سعيدة مع بعض. وكده خلص مسلسلنا. سلام.